هتكلم معاكم النهارده في حاجه بسيطه كده، في عنوان بسيط اللي هو الكشف المبكر عن الاورام، خاصه اورام الثدي والاورام النسائيه بصفه عامه، واورام الرحم واورام الجلد. ممكن حضرتك تكلمنا برضه عن الاورام النسائيه في الاولاد وكده. والدكتوره مثلا والدكتوره ما ان شاء الله تتكلم على الرحم والجلد. مفهوم الكشف المبكر ليه لازم نبقى كلنا عارفينه. يعني ما شاء الله معانا شباب كتير، ان شاء الله بيقدموا الخدمه الصحيه في التمريض. لازم يبقوا هم اكتر ناس عارفين معلومه زي كده، لان هتتسالوا، يعني هتتسالوا انا بشتكي من كذا اروح فين. فهو مفهوم الكشف المبكر ده لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منه، لان ببساطه الورم ده هكتشفه في مرحلة مبكرة، هيبقى العلاج أفضل، نسبة الشفاء أفضل، كل حاجة هتبقى أحسن. والعكس لو أنا سبت الورم لمرحلة متأخرة هيبقى العلاج أصعب والنتائج مش هتبقى أفضل حاجة. وإحنا محظوظين هنا إن إحنا في محيط ميت غمر، إن ميت غمر فيها مركز أورام كفاءته عالية جدا. كفاءته عالية جدا من ناحية الناس اللي شغالة فيه، ستاف اخصائيين واستشاريين بيقدموا خدمه ممتازه جدا. وتقريبا اي جهاز احنا محتاجينه في عمليات الكشف المبكر عن الاورام تقريبا متاح وموجود في المركز. ومركز اورام متغمر واحد من مراكز الاورام المنتشره في مصر كلها، اللي بيقدم زي ما قلت خدمه جيده جدا ممتازه، وكمان خدمه مجانيه. يعني حتى اكيد كلكم تسمعوا عن المبادره الرئاسيه للكشف المبكر على الاورام الثدي. ده ببساطه انت تقدري بطاقتك تروحي اي مركز اورام تعملي كشف مبكر ممتاز وبدون اي تكلفه، بدون حتى ما تبقي عارفه دكتور احمد ولا دكتور محمد، ولا من غير ما تكلمي اي حد. هتروحي هتلاقي اجراءات بسيطه جدا، وهتلاقي ناس كلهم متعاونين. ده بصفه عامه. يبقى انا بصفه عامه ان انا جاي اتكلم عن الكشف المبكر على الاورام. ممكن انا يبقى حد قاعد دلوقتي يقول ايه انت بتتكلمنا عن الاورام ليه؟ احنا بعيد عن الاورام، الاورام بعيد عننا. ربنا يعافينا كلنا. لكن في لحظه بتلاقي الحاله اتبدل. وكمان في حاجه بتزعلني ان ممكن حد يعني اشتكى بكلكعه مثلا معينه في صدرها او نزيف مثلا غير طبيعي، او فراحت لحد مش متخصص. ففكره ان انا كشفت وعملت اللي عليا، لكن اللي رحت له ده ما واجهنيش صح. فلما ما واجهنيش صح انا رحت خدت معلومه خطا، وبناء عليها قعدت 6 شهور، قعدت سنه. يعني كتير مثلا انا يجي لي مثلا حد الاقي الورم في مرحله متقدمه شويه، فالسؤال المنطقي بتاعي اقول له طب انت يعني ما حسيتوش؟ ما كانش في اي اعراض، ما فيش اي حاجه ظهرت؟ فيقول لي لا والله ده احنا شفتها وحسيتها، بس مثلا رحت لفلان الفلاني وقال لي لا ده كويسه يبقى انا في كذا نقطه كده ناخد بالنا منها، ان اي حاجه غير طبيعيه ما اسكتش عليها. يعني ايه اي حاجه غير طبيعيه؟ يعني انا عارفه جسمي، اي حاجه غير طبيعيه ظهرت في جسمي اكشف. يعني مثلا لو هنتكلم على الثدي مثلا، ايه الاعراض مثلا اللي اشوفها في الثدي فاقول ان دي اعراض غير طبيعيه؟ لقيت مثلا الصدر بينزل افرازات، او الحلمه مثلا بتنزل دم مثلا، او لقيت الحلمه مثلا شكلها اتغير، او صدري مثلا حجمه اتغير، او ان انا بحس في صدري لقيت كتله. وللاسف يعني كنا مثلا ايه يعني كنا زمان او في معلومه منتشره ان الورم ده يجي في السن الكبير. طب هل المعلومه دي صح؟ لا. يعني احنا شفنا بنات